يلا بينا بقى، لو انت من عشاق اكلة الفسيخ تعالى اقولك هناخد بعضنا وهنطلع على صلاح الامام في تسوق في كفر الشيخ، من احسن الناس وانضف الناس اللي بتعمل فسيخ. النهارده هم عازميننا على اكلة فسيخ حلوة، وزي ما انتوا شايفين كده بيقطع لك الفسيخاية ويروقها لك. يدوبك بتكون جاهزة على الاكل على طول. والناس نضيفة جدا، وكل همهم ان الحاجة تبقى نازلك في منتهى الجمال والنظافة. وزي ما انتوا شايفين كده، دي بعد ما نضفها وطلع لك كل حاجة يدوبك على الاكل على طول. وكان اول مرة اعرف ان الفسيخ ليه بطروخ. تعالوا بقى اعرفكم على الحاجات اللي كانت موجودة معانا النهاردة. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي نزلت لنا. زي ما انتوا شايفين دي الفسيخاية كده الرايقة معاها الليمونة الحلوة، وزي ما انتوا شايفين السلطات. اما دي بقى فدي سلطة طحينة الرنجة اللي هي في منتهى الجمال والحلاوة. انا ما شفتش اجمل من كده، لان انا من عشاق الرنجة وانا ما باكلش فسيخ. اما دي بقى فديت البطروخ بتاع الرنجة اللي هو بيبقى مقرمش، ده بيبقى طعمه في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين برضو دي فسيخاية كمان